السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في أولى حلقات كورس تعليم اللغة المصرية القديمة بالتعاون مع قناة السياحة والآثار وقناة مانيتون السمنودي. معاكم دكتور نورة محمد، باحثة دكتوراه في كلية الآثار جامعة عين شمس، ومحاضر في اللغة المصرية القديمة، وأدمن ومؤسس بيج مدرسة هيروغليفي. وهنبتدي رحلتنا النهاردة. أول حاجة لازم نعرفها إن اللغة المصرية القديمة هي اللغة اللي كان بيتكلم بيها المصريين القدماء، واللي عشان يسجلها على المعابد والمقابر كل الآثار الجميلة اللي بنكتشفها أصبح ليها أشكال كتابية زي الهيروغليفي، الهيروطيقي، الديموطيقي، واخر مرحله من مراحل تطور اللغه والخط المصري القديم هو القبطي. يعني الهيروغليفي مش لغه، هو شكل كتابي، زي كده ما اللغه العربيه ليها اشكال كتابيه زي النسخ، الرقعه، الكوفي، الثلث، وهكذا. فمن الخطأ ان احنا نقول اللغه الهيروغليفيه هي شكل كتابي، وعشان يعبر عن الاصوات اللي هو بيقولها في اللغه بتاعته اختار الرموز اللي شبهها، سواء في صوتها، في رمزيتها، من الطبيعة اللي حواليه، سواء حيوانية، بيئية، نباتية، وهكذا. فالأبجدية الخاصة بالخط الهيروغليفي أو الأبجدية أو الشكل بتاع الأبجدية الخاص بالخط الهيروغليفي والأبجدية بتاعة اللغة المصرية القديمة هو اختار لها الأشكال اللي بتعبر عن صوتها من الطبيعة. وهنبتدي مع بعض بالأبجدية دي أو الأشكال بتاعة الأبجدية دي. أول حاجة طائر العقاب، وده الصوت بتاعه الآ. وعشان كتير قوي من الأجانب اشتغلوا على حجر رشيد وفك رموز حجر رشيد وفك رموز اللغة المصرية القديمة، فكانوا بيخترعوا أو بيحطوا زي صوت أو فوناتكس أو شكل للصوت اللي بيعبر عن العلامة دي، لأن في منها أصوات مش موجودة عندهم في اللغة بتاعتهم. فهنلاقي مثلا النقحرة الصوتية أو الترانسليتريشن بتاع هو الشكل اللي شبه رقم 3 بالإنجلش ده. الب القدم، الب عادي، والبي المقعد او الشكل بتاع المكان اللي بنقعد عليه، المقعد اللي من الحجر دي بي، او به المكسوره، بلاش نقول به انفجاريه، به مكسوره وده البي. الخبز او الشكل بتاع الخبز ده اللي هو العيش في مصر القديمه او العيش الشمسي، في يعني شبيه العيش الشمسي، ده كان اسمه تي. فهو ابرز صوت ليه هو حرف الت، فخدوا للدلاله على حرف الت، والتي بالنسبه للرمز في الترانسليتريشن. حرف الث اللجام او العقال، وهياخد له او هيديله شكل التي وتحتها شرطه، نظرا لان الت والث هم قريبين من المخارج الصوتيه نفسها. يعني الث في الانجليش مثلا بتبقى تي اتش، فهي في عامل مشترك ما بينها وما بين حرف الت اللي هو التي. الجيم الحماله بتاعه الزير، دي حرف الجيم، واداها الجي لان الصوت بتاع الجي هو ده. الحية الكبرى وجت، حية الكبرى وجت. وحية الكبرى كانت رمز من الرموز الدينية في بالنسبة لمصر القديمة، خاص بالوجه البحري. فأبرز صوت ليها هو الجا، أو اللي أنا بسميها الجيم المتعطشة، جيم الصعايدة يعني. وادالها الصوت بتاعها لأن أنت بتقول جا جا، فاداها الدي وتحتيها شرطة. الدال كف الايد، الدال الدي. اله عباره عن بيت من قدام، يعني صوره من امام او شكل امامي للبيت، واداها
الاتش. الحاء عبارة عن حبل مجدول زي الضفيرة كده، اللي هو شبه الخيط بتاع الحفا والبطاطين كده لما بنشتريها، اللي لونه أبيض ده بنشتريه بيبقى ضفيرة كده، وإداها حرف الحاء أو الاتش وتحتيها نقطة. المشيمة أو السرة في بعض الآراء دي اسمها خو، فالصوت بتاعها هو حرف الخاء، والشكل الترانسليتريشن بتاعها اتش وتحتيها زي علامة 7. الغين عبارة عن بطن حيوان بامتداد الديل بتاعه، ودي كان اسمها غت، ودي جسد كان اللي هي غت دي اللي هي زي جتة دلوقتي. و الصوت بتاعها هو حرف الغين، وهيديها الاتش وتحتيها شرطة. الفم الراء الار، احنا عندنا اللغه المصريه القديمه كان اسمها را انكمت، لسان مصر او فم مصر زي ما بنقول. اللغه العربيه هي لسان العرب، فاللغه المصريه القديمه كان اسمها را انكمت لسان مصر او فم مصر، وكلمه فم هي را، فالصوت بتاعها هو حرف الر. السين عباره عن منديل تم صنعه وخلاص بقى اتنفس في من النول بتاعه، فالمنديل حرف السين، او الترباس اللي هو الشكل اللي بالعرض ده، اللي هو الشكل ده والشكل ده، ده حرف السين والرمز بتاعها الاس. حرف الشين عبارة عن بحيرة، صوت المية اصلا فاداها حرف الشين، والترانسلتريشن بتاعها اس وفوقيها 7. حرف العين هو الذراع، كلمة ذراع في اللغة المصرية قد اسمها عا، فالإيد لغاية فوق الكوع كده عا، وإداها الشكل اللي شبه السي صغننة ده. الف هو الحية المقرنة، ودي الصوت بتاعها في الطبيعة، فالف والاف. الكاف أفة بودن واحدة، ده حرف الكاف أو الكي. القاف تل، عبارة عن تل من الرمال، والصوت بتاعه قاف أو كي وتحتيها نقطة. اللام ودي ظهرت في فترة متأخرة شوية، ده الأسد، اللام أو الميم هي البومة أو حرف الإم، وكمان في بعض الأحيان بيستخدم العلامة دي اللي هي للدلاله برضو على حرف الميم، وهيستخدم ده ولا ده في النص، ده بيرجع للمساحه او الشكل الجمالي. حرف النون المياه الازليه عند المصري القديم كان اسمها النون، وده حرف النون اللي هي بدايه الخلق عند المصري القديم، فموجه الميه هي حرف النون او الان. والتاج الاحمر برضو كان اسمه النت، فخده كان للدلاله على حرف النون. الواو فرخ السمان، وصوت فرخ السمان و فحرف الواو. الاي الالف اللي انا بسميها الالف المكسوره يعني، دي الريشه، او بلاش الريشه، خلينا نقول مثلا ورقه النبات، وهي شبه المشط اصلا ورقه النبات، ودي اداها الشكل بتاعها حرف الاي، لان الاي في الصوت بتاعه مش بينطق اي صريح. اليي او الواي هيدينا ورقتين النبات، وهيدينا الشكل بتاع الشرطتين المايلين، اللي البعض بيرى ان ده الاختصار بتاعه في الهيراتيقي، وان مصر القديم في بعض الاحيان كان بيعجبه الاختصار فبياخده كمان في الكتابه او الشكل الكتابي بتاع الهيروغليف. كده انت معاك الابجديه. طب انا احفظ الابجديه دي ازاي؟ من خلال كتابه اسامي كتيره قوي. يعني اكتب اسامي اصحابك وقرايبك كلهم من عربي لهيروغليفي، هتلاقي نفسك بتحفظه لان انت بتكرر حروف كتيره جدا. اشوفكم في الحلقه الثانيه المره اللي جايه. سلام عليكم.